أنا جوزي بيديني مصروف كل شهر شخصي ليا. أنا بصراحة ما بصرفوش، يعني لما بلاقي نفسي مش محتاجة حاجة بشيله. فمرة مع مرة دخلت بيه جمعية. المهم المشكلة بقى إن هو عرف، طلب مني الفلوس بتاعت الجمعية دي، قال لي هاتيها أنا أولى بيها والبيت. قلت له لا، طب أنا هديهم لك بس هقسطهم عليك كل شهر تردهم لي. قال لي لا، مش هردهم لك، انت المفروض مالكيش عندي لا مصروف ولا عندي حاجه، واحمدي ربنا ان انا اصلا كنت بديكي مصروف. طب ما هو انت اللي كنت مقعدني من الشغل، وانت اللي قلت لي العيال اولى بوقتك، وانا اللي هديكي المصروف ده، دلوقتي باصص لي فيه. وراح المشكله ان هو حكى لحماتي، وهي بصراحه ما قصرتش، قامت بدورها على اكمل وجه. لقيتها هي مقويه اكتر عليا. انا ما اعرفش ليه، لان هي اصلا من اول يوم جواز هي اللي بتحبني ولا طيقاني ولا عايزاني في البيت اصلا، ومقويه عليا في كل حاجه. فهو اصلا المصروف اللي بيديهوني ده من وراها، هي ما تعرفش عنه حاجه، عشان هو اللي طلب ان انا اقعد من الشغل. فكل شويه تقول له لا ما تسيبش في ايديها فلوس، تستاهل، روح خد فلوسك منها. طب انا المفروض اتصرف ازاي؟ ده انت عندك بنات غيري والمفروض عايزه لهم استقرار والحياه الكويسه، ورغم والله انا بخدمها وشايلاها فوق راسي، بس ما بتقدرش، رغم ان عندها بنات وانا مرات ابنها، بس عشان انا القريبه وانا اللي في نفس البيت بقول ولا يهمني، وكل ده كويس وهيقعد لي في صحتي وعيالي. بس انا دلوقتي خلاص زهقت، يعني حتى القرشين اللي انا شايلاهم لنفسي برضو باصص لي فيهم، وهي او ابتدت تقوي بزياده، وابتدى يبقى في مشاكل بيني وبينه بسبب الموضوع ده. فانا مش عارفه اعمل ايه، وبقيت بتتدخل في كل صغيره وكبيره، ده من يوميها مش دلوقتي بس. فانا بقيت وصلت لمرحله، طب انا اعمل معاك ايه واعمل معاها ايه؟ وفلوسي انا مش هديها لحد، حتى لو وصلت ان هي البيت يخرب. بس انا مش عارفه هو انا كده صح ولا مزوداها، واعديها المره دي واتصرف بعدين. محتاره في الحته دي. انا كان متقدم لي عريس صالونات، ففي المقابله وكده يعني حصل موقف غريب جدا. سلمنا على بعض وقعدنا، والمفروض ان احنا بنجيب كلام مع بعض، لقيته هو خد جنب كده ورفض، وكانه قاعد متنشي ما بيعملش اي حاجه وما بيقولش اي حاجه وساكت على طول. فبقيت انا بحاول افتح مواضيع، الاقي بابا وماما هما اللي يتكلموا وهو ساكت. هو شغال محامي، فكل شويه يجيله تليفون ويرن التليفون ونلاقيه مسك تليفونه وبيرد، ولا كاننا قاعدين في القعده. فطبعا الموقف كان محرج جدا، وانا كمان يعني كسفت جدا، انت ازاي تعمل كده وانا قاعد؟ عيب، حتى لو مفيش وفاء. استنى يا اخي لما تخلص القعده وخد بعضك وانزل، احنا مش هننزل من البيت مرتبطين يعني. فخلصت القعده وانا مخنوقه ومش طايقاه. فهو نازل سمعته بيقول لي بابا انا هستنى منكم التليفون بحيث نيجي المره الجايه ان شاء الله ونتفق على كل حاجه. الله. فلقيت بابا بيقول لي يا بنتي انا عارف ان انت كنت قاعده مخنوقه وان انت مخنوقه منه، بس ايه رايك نديله فرصه تانية؟ يمكن هو كمان ما كانش عارف يتكلم او كان محرج والموقف جديد عليه. وقال لي خلي بالك هو جاي لوحده، فيمكن ده اللي خلاه محرج شويه ومش عارف يتصرف. ولقيت ماما موافقاه في الراي، فقلت له حاضر يا بابا اللي انت عايزه. وفعلا جه تاني، بس طبعا انا من ساعه ما دخل وشفته وانا لا طايقه اتكلم معاه ولا طايقه ابص في وشه، مش عشان حاجه والله، بس من اللي عمله المره اللي فاتت خلاني خلاص انا قافله منه. وبقى بيفضل يفتح في مواضيع، ولقيته متغير عن اول مره، بس انا مش قادره. فلقيت ماما بتناديني بتقولي تعالي عشان نقدم حاجه. فهي عماله بتحاول تقنعني اديله يا بنتي فرصه تانية، حاولي تتكلمي معاه، شوفي يمكن يكون هو اول مره كان مختلف او كان خايف. فقلت لها طيب يا ماما سيبيها على ربنا. خدنا القعده وهو نزل وطلب ان احنا نرد عليه بسرعه عشان هو مستعد وكل حاجه جاهزه. بس انا والله خايفه اكون اتسرعت في ان انا حكمت عليه غلط، وخايفه اتسرع واقول ماشي اكتشف ان انا فعلا اللي كنت صح. فبابا قال لي نديله فرصه يا بنتي في فتره الخطوبه، اتكلموا مع بعض وشوفي هتوصلي لايه. فانا بقيت مش عارفه امشي ورا احساسي ولا اسمع الكلام واجرب، وخايفه تتحسب عليا خطوبه، محتاره.